ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده بفيديو جديد، فيديو حلو قوي. هنعمل النهارده مع بعض ديكور جميل كده للعيد. زي ما انتم شايفين طلع معايا شكله حلو جدا. ده الكورنر اللي على طول بيبقى محيرني ومش ببقى عارفه اعمل فيه ايه، فقررت بقى بما ان داخل علينا العيد، كل سنه وانتم طيبين يا رب وتعود الايام علينا جميعا بخير. فحبيت بقى ان انا اشارك كده معاكم الديكور البسيط اللي انا عملته عندي ده. بصراحة طلع شكله حلو قوي وشكله مبهج كمان جدا كده للعيد والفرحة العيد. وكمان بقى ممكن تتصور فيه كده والأولاد يبقوا مبسوطين برضو كده. فيديو بسيط وجميل قوي وإن شاء الله هيعجبكم. بس الأول بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا بقى يا بنات، ده اول حاجه كده شكل الكورنر اللي موجود عندي. طبعا احنا كنا عاملين فيه قبل كده ديكور رمضان بقى، فشلت كل الحاجات اللي كنا حاطينها وهبدا بقى كده نظبطه تظبيطه حلوه بقى للعيد كده. ايه، حبيت كده بس اوريلكم الاول شكله بيكون عامل ازاي. نزلت بقى اشتريت كده كيس بلالين، وكمان جبت اللي هي الستاره اللي هي اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. كنت جايبه بصراحه البالونات لونها ابيض في احمر، وبعد كده لا حبيت ان انا اغير الالوان، قلت لا انا هستخدم اللون الذهبي مع اللون الابيض كده، حاسه ان هيبقى شكلهم احسن مع بعض يعني وكده. إيه، كمان استخدمت الترابيزه الصغيره اللي هي موجوده عندي دي، وبدات ان انا احط عليها كده ستاره قديمه موجوده. إيه، بصوا الستاره دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في الخيمه اللي هي بتاعه رمضان، بعد ما فكيتها وكده غسلتها، وبعدين قلت ان انا استخدمها. هي اصلا صغيره قوي، فعلشان كده ما بعرفش ان انا استخدمها يعني كستاره وكده، فعلشان كده بستخدمها معايا في الديكورات. بدات كده ان انا احطها على الترابيزه الصغيره، وكمان بدأت الجزء الكبير بقى اللي منها بدأت ان انا افرده على الارض كده. بصوا فردته برضو بطريقة عشوائية كده، يعني ما وهو عشوائي كده بصراحة كان شكله حلو قوي، يعني ما فردتوش برضو قوي. وكمان اهم حاجة حطيت تحتيها فرع نور كده على الترابيزة برضو من فوق، وعلى الستارة كده الجزء اللي تحت. وبعدين حطيت ستاند البالونات اللي انتوا شايفينه ده، وهوريكم برضو طريقة العمل بتاعته في اخر الفيديو. بس خليكم معايا لاخر الفيديو، فيه لسه حاجات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم طول الفيديو. كمان استخدمت بقى الستارة الذهبي اللي انتوا شايفينها دي، وبدأت ان انا اعلقها. استخدمت اللزق السولوتيب العادي، ما بحبش بصراحة ألزق اللزق اللي هو بيبقى موجود فيها. بحس ان هو بيقشر معايا كده الدهان بقى لما باجي اشيلها، فبستخدم اللزق السولوتيب العادي خالص. انا كنت لزقتها في الجزء اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هقص جزء كده صغير منها وهحطه برضو في الكورنر اللي في الجنب ده، لان حسيت ان هو فاضي كده ما فيهوش برضو حاجة، فقصيتها بصراحة نصين. حطيت جزء الناحية دي وجزء برضو الناحية التانية، هتشوفوه برضو معايا كده في اخر الفيديو. وانا بقى بعلقها بصراحة اتقطع منها واحدة كده، فجات لي بقى فكرة حلوة قوي. الزينة بقى اللي احنا كنا عاملينها مع بعض دي، انا كنت حاطة فيها كده شريط لونه بامبا، فما كانش حلو قوي بصراحة. فقلت بقى لا انا هشيله، علشان كده الالوان برضو كلها تبقى ماشية مع بعض وشكلها كويس. فبدأت ان انا احط كده بقى ايه الشريط اللي هو اتقطع مني ده، اللون الذهبي. بصراحة طلع شكله حلو قوي، اللون الاسود كده مع الذهبي مع اللي هي الشنط الورق دي. طبعا احنا كنا عاملين الفرع الزينة ده مع بعض الفيديو اللي فات، ارجعوا برضو للفيديو، فيه افكار حلوة قوي هتعجبكم. بدأت كده بقى خلاص ان انا علقتهم فيهم الاتنين، وبدأت ان انا اعلقهم بقى في المكان اللي انتوا شايفينه ده. بصوا برضو ما حبيتش ان انا الزقهم علشان برضو بس ما بوظش الحيطه قوي، فبدات ان انا اربطهم كده في اللي هي اللمبه الصغيره اللي موجوده معايا في الجزء اللي انا معلقاه بتاع النور ده. فعلقتهم كده، ربطتهم بسيط كده برضو، قلت علشان لما اجي افكهم يبقى الفك بتاعهم سهل برضو بعد كده. بصوا ده كان شكلهم بصراحه شكلهم حلو قوي. انا هعمل برضو منهم لسه كمان، وهعلقهم برضو في بقيه الشقه كده، لان بصراحه شكلهم حلو قوي. وكمان ما كلفونيش حاجه، يعني هي كانت شنطه ورق كده قديمه موجوده عندي، وبدات ان انا استخدم. كمان بقى الجزء اللي اتبقى معايا كده من الجزء اللي اتقطع معايا من الستارة الذهبي، بدأت ان انا احطه كده على الترابيزة علشان يدي برضو شكل كويس كده. وحطيت بقى الكعبة ديت. بصوا عايزة اقول لكم الكعبة دي انا تقريبا عاملاها بقالي 3 سنين. بس حلوة قوي بصراحة والله، انتوا شايفينها يعني في الفيديو شكلها حلو جدا. ارجعوا برضو للفيديو بتاعها هتعجبكم. وديكور كده شكله حلو قوي في العيد، وبرضو والله غير العيد بستخدم. كمان استخدمت الكعبات بقى الصغيرة القمر ديت اللي هي توزيعات العيد برضو، اللي احنا عملناها مع بعض الفيديو اللي فات. شكلها حلو قوي يا بنات والله، ان شاء الله الولاد يعني هينبسطوا بيها جدا. انا لسه برضو ما وريتها لهمش عشان تبقى مفاجأة بقى للعيد وكده. بدأت ان انا احطهم بقى كده على الترابيزة، وحطيت شوية شوكولاتة كده في الجنب يعني علشان يبقى الديكور شكله حلو. وخلاص كده مش هحط حاجة تانية على الترابيزة، هي الترابيزة اصلا معايا شكلها صغير قوي، فمش هتكفي اصلا حاجة تانية. بس هي كده شكلها حلو قوي، بسيطة كده وشكلها برضو جميل. كمان الجزء بقى اللي موجود معايا تحت
بدأت كده ان انا احط فيه واحدة كوشن كده من اللي انا هحطهم في العيد، وكمان الديكور البسيط اللي احنا عملناه ده. كده خلاص بقى هوريكم طريقة عمل ستاند البالونات. بدأت كده ان انا انفخ البالونات الاول، نفخت 4 بالونات، طبعا اي الوان بقى انتوا حابين تستخدموها. ممكن كمان على فكرة تعملوها لون واحد، يعني اللي انتوا حابينه بقى، الالوان برضو اللي انتوا حابين تستخدموه. وبعدين بدأت اربط كل اتنين في بعض كده، وبعدين بقى بدأت كده ادخلهم الاربعة في بعض زي ما انتوا شايفين بقى في الفيديو. يعني الفيديو برضو هو موضح معاكم اكتر. انا كنت عاملة بقى كده كمان اجزاء تانية. وبعد كده بقى كمان بنبدأ ان احنا نعمل قاعدة كده للستاند اللي موجود معايا. انا كنت بصراحة بجيب بالونة كده وبحط فيها شوية رمل كتير، بس اللي ما عنديش رمل بصراحة، فبدأت ان انا استخدم كده بالونة وحطيت فيها شوية من الاسمنت اللي هو الاسود دوت. وبعدين بدأت ان انا لقيتها خفيفة برضو شوية، مش هتثبت الستاند معايا كويس. فبدأت كده ان انا احط عليها برضو زلطة كده، بحيث انها تساعدني برضو ان الستاند يكون ثابت معايا كويس. بدأت كده بقى استخدم الشريط اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت الفه كده على الجزء اللي تحت اللي هو موجود معايا الاول، اول واحد حطيناه. وبعدين بدأت الفها برضو على الاجزاء التانية اللي هبدأ احطها. كل ما احط برضو طبقة كده من البالونات هبدأ الفها برضو بالشريط اللي هو موجود معايا، علشان يبدأوا يثبتوا كلهم في بعض. كده انا عملت طبقتين بقى الاول، والطبقتين برضو اللي موجودين معايا من البالونات هبدأ ان انا الفهم كده. وهوريكم بقى شكل الستاند في الاخر. زي ما انتوا شايفين طلع شكله حلو جدا وثابت على فكرة جدا. يعني انا بحط الجزء اللي هو من تحت ده علشان الاولاد برضو مثلا لو حركوه او زقوه او كده ما يقعش على طول منهم. يعني هو دلوقتي ثابت والله جدا. الفكرة دي بجد حلوة قوي وبسيطة، يعني ما فيهاش اي حاجة. الرمل برضو بصراحة بيكون تقريبا تقيل شوية عن الاسمنت، فانا بصراحة ما كانش موجود عندي فاستخدمت الاسمنت كده. كده الفيديو النهاردة خلص، والديكور اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين طلع شكله حلو جدا. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والفكرة اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض كده تنفذوها عندكم برضو في البيت في اي كورنر موجود عندكم. او حتى ممكن تجربوا الستاند بتاع البالونات دوت، بجد شكله حلو قوي وبيدي بهجة كده برضو حلوة قوي للعيد. ما تنسوش بقى كمان يا بنات تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وكمان تشتركوا في القناة علشان تشوفوا باقي الفيديوهات بتاعة العيد. ان شاء الله هنعمل فيديوهات لسه حلوة قوي قوي. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعود الأيام علينا جميعا بألف خير. وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.